ألف مليون الحمد لله على سلامتك يا حاج سيد. بأمانة من أحسن الأخبار الواحد ممكن يسمعها في الفترة دي في ظل الكلام الكتير والحوارات الكتير داخل عيلة حوارات وحمد ووفاء. خبر يعني كل الناس بعد إشاعة وفاة الحاج جابر، احنا اتكلمنا وفي قناة اتكلمت عن هذا الخبر لما وفاء طبعا غابت عن السوشيال ميديا، وبعض الناس طلعوا قالوا واحنا كنا عارضين الكومنتات بتوع الناس حبايبنا طبعا قالوا ان الحاج سيد شكله يعني توفاه الله. وطلعنا قلنا يا جماعة مش هنصدق اي خبر غير لما يكون من المصدر. كلامنا موجود ولسه الفيديو موجود عشان خاطر بس الناس دماغها ما توديش ولا تجيب تقول ده انت كنت بتتكلم عن وفاته. احنا قلنا مش بنصدق اي حاجة غير من المصدر، غير كده ما بنقتنعش باي حاجة خالص. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. عطر لسانك بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وطبعا نصلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واشتراكك ولايكك في القناة بيخلي القناة في حتة حلوة كده زي حضرتك. بصوا يا جماعة، الحاج سيد الناس على قد ما كانت بعتت لي في كومنتات قالت ده الحاج سيد كان تعبان ويعني شكله كده لا قدر الله حصل له حاجة، زي ما الناس بتقول لي احنا عايزين نطمن على والد وفاء هل بالفعل في حاجة ولا لا. الحمد لله خير والحمد لله الامور تمام. الحاج سيد اصلا انتوا عارفين راجل سنه كبير، و في السن اللي زي ده معرضين لاي تعب ايا كان. فربنا يا رب يبارك فيهم هم، يعني الناس الكبيره بركه بركه، محدش بيعرف قيمتهم غير لما بنفتقدهم. ربنا يا رب يشفيه ويشفي والدتي ويشفي كل من كان مريض يا رب العالمين. الناس دي يا جماعه والله العظيم صعب يعني تعويضها. شفنا الحاج جابر رحمه الله عليه، مين كان يصدق ان في يوم من الايام هنتكلم كده ونقف ونقول الحاج جابر رحمه الله عليه كنا شايفين الحاج جابر بوجوده وحماسه وتكاتفه مع الاولاد، وكان مدي طابع كبير جدا للعيله في فيديوهاتهم. ولكن ما يعزش على طبعا على اللي ما يعزش على ربنا سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعه، المشاكل اللي دايره مع العيله سواء عند محمد ومشكله طريقته واحنا اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات، مشكله في اي مكان وفي اي بيت حصلت عندنا وبتحصل عندكم، بتحصل في كل بيت. ولكن انا عجبني تعليق يعني مميز جدا من ناس افاضل، قالت قنوات النقد، وانا يعني انا ما بنسيبش نفسي من ضمن قنوات النقد على فكره عشان بس اكون مبسط. انا راجل بطلع بتكلم بلسان المتابع، ماليش في نقد والقصه اللي انتوا عارفينها دي. انا بتكلم بلسان حضراتكم، يعني خبر انتوا عايزين تعرفوه، كلام انتوا قلتوه في تعليقات فانا بنقله، حاجات عايزين تعرفوها على حد علمي بطلع اقولها. انما نقد، وحتى لما اكون عندي اعتراض بكون معترض على قرارات، معترض على اشياء وليس نقد لاي حد. فالانسانه المحترمه اللي كتبت لي بتقول يعني قناه النقد بيهولوا الامور ودايما هم صانعين للمشاكل. بصوا انا مقتنع بالكلام ده جدا، ولكن مش كل الناس، مش كل القنوات ومش كل الاشخاص. في ناس يعني انا ماليش علاقه باي حد والله، ولا على بالي اي قناه بعينها ولا اي قناه بعينها، عشان بس محدش ياخد الكلام وينسبه على نفسي. كل قنوات النقد سواء فتيات اللي هم قصدي نساء او طبعا شباب رجاله، اخواتي
وعلى عيني وعلى راسي، لكن لهم بكل احترام. ولكن انا يعني بشوف في ناس بتحب المشاكل تفضل مستمرة من اجل مصالحها الشخصية. شفنا ابو زياد في الفترة الاخيرة طلع وطرح الموضوع ده، قال القنوات او في ناس معينة حابة تخلي الموضوع يفضل مستمر، وكانت منزله له فيديوهات وهو لسه بيتكلم على العيله وفيديوهات قديمه عشان خاطر يعني تخلي الموضوع يشتعل من جديد. ولكن الحسبه غير كده تماما. دول ناس بيعملوا محتوى في امور، في مشاكل بتحصل وكل بيوتنا مشاكل، ولكن ما ناخدش مشكله بسيطه ونصنع منها حاجه كبيره. بس ده رساله، وانا مقتنع بالست اللي قالت الكلام ده. ولكن الحاج سيد ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه، زي ما طلعنا وقلنا الخبر ان الناس بتقول كده، زي ما طلعنا اهو وبنقول يعني الحمد لله ربنا يديله الصحه والعافيه بخير والدنيا تمام. وحمد وفاء يعني اللي مش متابع هم منزلين طبعا فيديوهاتهم على الفيسبوك والدنيا تمام، والدنيا في رحلاته ومبسوطين ومزقططين والدنيا زي الفل. الدنيا معاهم زي الفل. للناس صانعين الحوارات والمشاكل ان حمد وفاء والقصه والحكايه والروايه كل ده ملوش اساس من الصحه. هم زي الفل والامور معاهم تمام والدنيا زي الفل معاهم، و100 فل و14 100 فل و14 خاطر بس الناس يعني ما تحاولش تركب مواضيع مش في مكانها. بس كده بس كده. بنحاول ننزل لحضراتكم فيديوهات على قناه احمد الكابيتانو برغم ان القناه متوقف عليها الربح في الوقت اللي احنا فيه ده، وان شاء الله يا رب الامور يعني ترجع، الربح يرجع تاني برغم ان ايقاف الربح، عشان خاطر بس الناس اللي بتفكر ان احنا دايما بنسعى ورا الفيديوهات والمشاهدات. احنا عند القناه واقف عليها الربح، ان شاء الله يا رب نعمل اعاده النظر الدنيا تبقى تمام. بننزل فيديوهات عشان خاطر المتابع المحترم ان احنا ما نبعدش عنه. محتاجكم ان شاء الله هناك في القناه نكبر القناه دي، وانا بوعدكم ان القناه ليها برنامج عندي ان شاء الله يا رب زي ما انا بحسب له كده يكون هو طوق النجاه، يكون هو طوق النجاه بالنسبه لي وبالنسبه لعيلتي، لان الموضوع محتاج فعلا وقفه من حضراتكم، وان شاء الله رضا ربنا علينا وان احنا يكون لنا توفيق نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. بكم في الله، بشكركم شكرا جزيلا. الحمد لله على سلامتك يا عم الحاج، والف مليون سلامه.